مريم معانا. مريم من الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. مريم من اسبانيا، تفضلي يا اخت مريم. انا كنت عايزه بس اكلم سياده المستشار عشان اوضح له ان الموضوع مش حكايه شهاده زور. يعني مثلا حصل لي موقف، واحده صاحبتي كانت نزلت من البيت وقالت لاهلها انها هتبقى عندي وراحت في مشوار، ويعني كانت عايزه تقول لاهلها هي راحت فين بعد كده اهلها جم سالوني انا اعمل مشكله ما ينفعش اعمل مشكله. انا حبيت نعم ما اعملهاش مشكله. صح يا استاذ شرمان ولا ايه؟ يعني وقفتي انت مع صديقتك؟ طبعا. لما برافو صفقه يا جماعه. برافو، ربنا يخليك يا استاذ شرمان. انا احيي فيك الروح الشجاعه هذه. ربنا يخليك والله. انا فعلا كنت مبسوطه بحضرتك لانك حضرتك بتساعدهم. المفروض ان احنا نساعد اصحابنا. الله يخليك، هذا كلك ذوق. شكرا جزيلا. شكرا. واحيي رحابه صدرها وكيف وقفت مع صديقتها في زنقه كانت صديقتها بأمس الحاجه اليها. يعني انت لا تحس بالشعور الذي كان في صديقتها كيف حست بالشعور الذي حدث لها حينما انقذتها من الموقف هذا وقالت انها معايا وانقذتها من الموقف هذا. موقف جميل جدا وخلقي وانا اعتبره انساني، والبنت هذه انا ارحب فيها. سعاده المستشار، من النقاط الشديده الحساسيه الحقيقه انه واحده تقول لاهل صديقتها انه هي كانت عندي بينما هي كانت في الخارج. وبعدين يمكن الاخ يحيى شرمان يقول لك انه هذا ما في ظلم ولا في ظالم ولا في مظلوم، ما في حاجه، هذه خدمه لا ظلمت احد ولا ما احنا مش عارفين هي كانت فين. المفروض الاسره تبقى عارفه بنتها، والبنت تكون صادقه مع باباها ومع مامتها، واما تروح واذا كانت الاسره مزنقه عليها تبهدلها يا دكتور. تكون صادقه. أيوه. اذا كانت الاسره تبهدلها وتزنقها وكل ما قالت حاجه قالت انا عند صديقتي ضربوها ولا قالوا لا ما تطلعيش، كيف؟ لازم معها صديقه زي هذه تنفعها وقت الزنقه، تطلعها من المشاكل هذه. كيف تولد لديك هذا الحب الغير عادي لهذا الشعور الخاطئ او لهذا السلوك الخاطئ حتى اصبحت تبرره؟ استاذ ماجد، الموقف هذا لا انساه طيله حياتي، حيث اني كنت في المدرسه زمان، فكان عندنا استاذ شديد جدا، وكان الاستاذ هذا ما يخليش اي كبيره وصغيره. فلما جيت المدرسه ما حليت الواجب حقي، فقال لي فين الواجب حقك يا شرماء؟ انا خفت. فكان بجنبي زميل كان يحترموه المدرس ويثقبوه لانه شاطر في الصف، فقلت انا حليت الواجب يا استاذ ولكن الدفتر سرق من الفصل. قال كيف سرق؟ قلت اسال عبده. التفت على عبده قال كيف يا عبده سرق الدفتر حقه شفت الواجب؟ انا التفت على عبده بنظره حزن واسى، كان باين علي اني باخذ ضرب مبرح، وحس فيني هذا الصديق عبده حس فيني. فالتفت على المدرس قال نعم يا استاذ حل الواجب. بعدها انا احس اني انا عبده في العالم هذا، لازم انقذ اي انسان زي ما انقذني الادمي هذا. لا ظلمنا حد ولا اذينا حد ولا المدرس نقص منه حاجه ولا اي حاجه صارت، والموضوع انتهى. انقذني من الضرب اللي كان بيقع علي يا استاذ ماجد. هذه خدمه انسانيه اعتبرها. سعاده المستشار، شفت كيف يتولد لدى الطفل احيانا او لدى الشاب او لدى في المدرسه وفي الاسره ما يجعله يتعلق بسلوك خاطئ ولا يجد من يصحح له؟ هو الحقيقه الكذب مرض نفسي. هذا ليس كذب يا جماعه، كل ما قلنا له حاجه قال كذب. خلينا نسمع. هذه كلمه انقذتني من فلكه، انقذتني من ضرب كنت باخذ على وجهي حتى اقول بس كان شرمان ماشي. شرمان الان شرمان انتهى. كلمه بسيطه يا جماعه. دي افسدت الامر يا سيد شرمان. ما افسدت ولا حاجه ولا انت دلوقتي اصبحت تؤيد الكذب وتؤيد شهاده الزور. وقفه يا استاذ ماجد ما انساها طول عمري انا، هذه وقفه ما انساها طول عمري انا. مالك انت تقول لي كل ما قلنا الكذب قلنا لك يا اخي هذه كلمه حق، قالوها لي وانا ارتحت ابتكيت من الموضوع هذا من الفلك. انا الناس تبحث عني يا استاذ ماجد، يدوروا علي كما ينقبوا عن الذهب والالماس. ما شاء الله ما شاء الله. نعم. فالناس تدور شرمان في كل مكان،
لأني أنا حينما أدخل محكمة أو أدخل شرطة أو أدخل دائرة حكومية أو أدخل عند إدارة مدرسة، فإني أقول الكلام الذي ينقذ الماثل أمامي، الذي يعني اصطحبني معه. أنا ما أحبش الكلام هذا ولا أتفق مع الدكتور. طب أنا هسألك سؤال معلش، يعني أنت رحت المحكمة كم مرة شهدت؟ كثير. كم مرة يعني؟ كثير. يعني قد إيه؟ عدد شعر راسك. ما شاء الله. نعم. وكلها شهادة زور؟ يعني تغير الحقائق فيها؟ ليست شهادة زور، ليست شهادة زور. هذه حقيقة وهذه واقعية أنا عملتها يا أستاذ ماجد لفك زنقة الناس والوقوف إلى الصاحب وإلى الصديق وإلى القريب وإلى الحبيب وإلى الإنسان الذي ينفعني في حياتي، يجيب لي تذكرة ولا يجيب لي حاجة، يعني لكل إنسان ومجاله، للخدمة الإنسانية التي تفك زنقة الرجال. طب يا سيد شرمان، أنت لما رحت المحكمة ومرات عديدة زي ما بتقول، حلفت اليمين طبعا؟ نعم. لا يمكن أحلف اليمين. تحلف اليمين؟ نعم. بعد ما بتحلف اليمين زور؟ لا ما معلش الحلف له طريقه. لما بتحلف اليمين زور. لا تقول لي زور، لا تقول لي زور، ضميرك ما بيأنبكش؟ لا تقول لي زور، لا تقول لي زور. انا اقول لك يعني انا الحلف لما يعني في المحكمه اطلب للمحاكمه يعني للحلف، يقول لي القاضي مثلا احلف اقسم بالله العظيم اقول الحق، اقول له اقسم بالله اقول الحق وان لا تقول كلمه باطل ولا اقول كلمه باطل. بعدين انا بيني وبين نفسي اقول واني اقول لامي كل حاجه على ما حدث لي في الشارع. يعني هو ما يسمعني القاضي، يعني اقسم بالله لا اقول الحق، اقسم بالله لا اقول كل كلمه ولا حاجه شفتها لامي في البيت كذا بيني وبين نفسي ما يعرف شيء. ولما تروح تقول لامك في البيت بتقول لها؟ امي توفت الله يرحمها. اقول لها انت هتقول لها فين؟ هتقول لها في القبر؟ اقول لها ابويا، اقول له ولا اقول لها اي احد ثاني. صحيح يا سعاده المستشار، فعلا يعني كثير من الناس للاسف الشديد يبرر لنفسه القسم الخاطئ، وتلاقيه دائما يتظاهر بانه اقسم لكن بينه وبين نفسه يعدل القسم. ضميرك ما بيأنبكش انك انت؟ كيف ضميري يأنبني وانا اخدم الناس؟ انت ما تعرفش ان هذا اليمين يمين غموس لا كفارة له في الحياة الدنيا؟ مبسوط. انا قلت لك حلفت بيني وبين نفسي. طيب. مع نفسي. لما اليمين اللي انت اديته قدام المحكمة ده قلب المعايير، معايير العدالة وموازين العدالة، قلب الظالم الى مظلوم والمظلوم الى ظالم، بتنام بالليل وانت مستريح الضمير؟ انا اقول لك انه يعني هذه شهاده نفعت الذي معي، يجب ان طب ما هي نفعت الذي معك ولكن اضرت باخرين. ما علينا ابوه، اهم حاجه صديقي. اهم حاجه صديقك. نعم صديقي قريبي يعني احد. طب وربنا سبحانه وتعالى اسمه الحق. الحق الحمد لله موجود واحنا نعترف بالحق. بتصلي يا شرمان؟ الحمد لله. ولما بتصلي يعني ضميرك ما بيأنبكش على قول لا ما يأنبني لاني ما اذيت احد. ازاي تقف؟ انت ضميرك يأنبك. عدل بينه وبين نفس القسم. حضرتك ما علقت على هذه النقطة رغم انها مهمة يعني. مهمة فعلا. هو القضايا الصغيرة والقضايا الكبيرة هو الكذب، طالما ان في شهادة زور ايا ما كان الكذب في صغيرة ام في كبيرة فهو كذب، والكذب كما قلت هو الكذب، والصدق هو الصدق، والكذب لا يمكن ان يكون الا كذب. وطبعا الكذب ده بيؤدي الى اضرار جسيمة بالاخرين، خاصة اذا ما تم كما قال في ساحات القضاء، يعني عشان يجي يشهد يقول ان الارض دي ارض فلان وهي مش ارضه مثلا زي ما قال، وارض ناس اخرين دافعين فيها اموال، فاضر به. طب السرقه تشهد ولا شهدت في سرقه قبل كده؟ على حسب النوعيه، يعني واحد سرق تقول لا ما سرقش ده كان معايا؟ على حسب طريقه السرقه، ساعه حاجه بسيطه، كاسه حاجه، يعني حاجه مش معقوله ساعه مش مهم يعني ساعه سرقها مش اشكال. يعني انت عندك حد او ليميت معين للشهاده في السرقه. نعم. يعني مثلا لو واحد سرق ساعه ما في مشكله. نعم. سرق قلم ما في مشكله. نعم. لو سرق سياره لا كذا ممكن جمل، يعني على حسب علاقته بيه، على حسب العلاقه. لو سرق بنك برضه على حسب علاقته بيه، ما هو على حسب بيقول لك على حسب علاقته بيه، لو هو صديقه يشهد. وانا اشوف متضررات البنك، يعني اذا كان البنك متضرر ممكن اشهد ضده، واذا كان البنك ما تضررش ولا نقص من فلوسه حاجه يعني غير هذا، لانه بيطلعوها فوائد، وتعرف انت البنوك يعني فوائد وحاجات كذا، فانا اشهد مع هذا واخليه ياخذ الفلوس يعيش بها. يعني ايش المشكله؟ يعيش البنك يعني مش بيقفل ولا عشان سرقته ولا
في معانا مكالمة من إيطاليا. نعم. الأخ عطية من إيطاليا على الهواء مباشرة. مساء الخير أستاذ عطية. مساء الخير يا أستاذ ماجد. أهلا، مساء الخير أستاذ عطية، تفضل. أهلا بحضرتك وأهلا بالضيوف الكرام اللي عند حضرتك، ولو إني يعني متضايق شوية. ليه سلامتك من الضيق يا الله سيدي؟ يخليك. أنا أولا بتفرج على البرنامج واستفزني جدا كلام الأستاذ، ممكن أكلمه شلمان؟ الأستاذ شلمان. شرمان إيه؟ مش مهم. لا مهم شرمان. مش مهم الاسم، مش مهم الاسم. انا بس عاوز اسال شويه حضرتك كده كام سؤال. انت ازاي بتبقى راضي عن نفسك وانت يعني بتغلط الحقيقه؟ يعني الحقيقه بتخليها مغلوطه، ازاي بتتكلم وبتدافع عن قضيه اصلا كلها غلط؟ انت كده بتندرج تحت الكذب. ازاي تقول لي انا بروح اشهد لواحد، وازاي بروح مش عارف على حته ارض؟ الكذب يا ابني كذب. انت كده بتدافع عن قضيه غلط. وبعدين معلش يعني من فضلك يا دكتور، من فضلك اكلم الدكتور الغمري. ايوه من فضلك يا دكتور. أيوة. يعني انا كنت اتمنى اكون مكان حضرتك. الله يبارك فيك. الله يخليك. مثل هذه الاشخاص من المجتمع دي بتدمر المجتمع. انت حضرتك دلوقتي مكاننا على الشاشه في التلفزيون، انا مش موجود. حضرتك لازم تدافع عن القضيه بشكل اكثر قوه، لان انا اولادي بيتفرجوا على البرنامج ده ممكن ياثر عليهم يا دكتور. طبعا. يعني اتمنى من حضرتك بتضحك له. حضرتك انا بشوف ايماءات في ابتسامات عند حضرتك، اللي زي ده ما يضحكلوش، اللي زي ده شر البليه ما يضحك. ما احنا كده يا دكتور بنأثر على الولاد. ممكن واحد زي يبهدل الدنيا، ممكن ابني يبص على البرنامج يتعلم زيه. ارجوك يا دكتور. نعم. ارجوك لا تراخي ولا استهتار مع مثل هذه الحشرات من المجتمع. شكرا. مش ضحك يا دكتور. شكرا جزيلا، شكرا. احنا الحقيقة ما نسمح ما نسمح الحقيقة، احنا اسفين، يعني نتمنى انه ما يكون في اتصالات خارج. احتراما للبرنامج واحتراما لمستواي والطبقة التي أنا أتيت منها من الشهداء الذين لهم مكانة في المجتمع في البلد. إذن في نهاية هذه الحلقة نريد أن نسأل الأخ شرمان، أنت الآن يعني حينما يطلب منك أن تشهد، إذا جئت أنت وجاء القاضي وطلب 2 أو 3 من الشهود وتنافت شهادتك مع شهادته، كيف تتصرف؟ يعني أكثر القضايا لا يطلب فيها شاهد واحد، كيف تتصرف؟ يعني مع احترامي أنا يقدم المحاكمة بتهمة الشهادة الزور ويتحبس. إذا تنافت مع الشهود. لا ولكن أنا لا أحضر أي إنسان، يعني أحضر من الزملاء الذين معي اللي يكونوا متدربين على طريقة الشهادة وطريقة دخول المحكمة والدائرة الحكومية. يعني مش أي أحد يجي يشهد من الشارع كذا، لازم ناس معينين إحنا نتفاهم معهم ونعلمهم كيف الطريقة وكيف يعني طبيعة الشهادة التي يلقوها في المحكمة. أنا بنصح ودين النصيحة طبعا، بنصح الأخ شرمان أن يقلع عن هذه العادة السيئة، وأنه يتقي الله في كل كلمة. في نهاية هذه الحلقة اسمح لي سيادة المستشار، إذن هناك مفاهيم خاطئة. نعم. وهناك سلوكيات خاطئة يجب أن نعيد النظر فيها. نعم. وهناك أشخاص يمارسون تصرفات خاطئة أمثال شرمان. أتتفق معنا في أن أمثال شرمان يجب أن يواجهون بشكل حازم وحاسم؟ طبعا أكيد. كيف نستطيع أن نواجه هؤلاء، وكيف نستطيع أن نضمن أن هناك جيل قادم خالي من مثل هذا الفكر الخاطئ؟ النشء يربى على الصدق وعلى حسن الكلم، وإنما إذا كان أمثال شرمان موجودين بهذه الصورة، دي شيء مضر بالمجتمع ومضر بالناس ومضر بمصالح الناس، وده شيء مؤسف. كيف نواجههم في رأيك؟ بالحكمة والموعظة. ده خطأ، هذا وإن لم يستمع، إذا لم يمتثل هتعمل فيه إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى هيعاقبه. هيعاقبه في الدنيا والآخرة. هيجي في يوم يقع في شر أعماله، هيجي في يوم يشهد زور برضه يتحبس. لكن احنا مطلوب مننا أن نرفض، نوجهه وأن نرفضهم إذا استمروا بغير. طبعا. في نهاية هذه الحلقة اسمح لي سيادة المستشار أن نقدم لك أسعد الحسن، الممثل الذي أدى أمامك دور صاحب هذا الفكر الخاطئ. إذن في النهاية أيها الأحبة، نرجو أن نكون قد تطرقنا إلى جوانب متعددة حول هذه القضية الهامة والشائكة. نرجو أن نكون قد تعلمنا، نرجو أن نعلم أطفالنا وأبنائنا عن الفضيلة، وأن ندعو جميعا كل مخطئ إلى أن يعود إلى الحق. استودعكم الله، إلى اللقاء في الحلقة القادمة.